أنا جاي أحكي لكم مشكلتي ومحتاجة رأيكم. أنا منتقبة، وشوفوا اللي حصل معايا. أما أكلم محمود خطيبي عشان نشوف هنعمل إيه، فرحنا قدامه شهر تقريبا. ألو؟ أيوة يا محمود، خلاص ما قدامناش غير شهر، عايزين نشوف إيه اللي ناقص عشان نجهزه سوا. أيوة، ما تعرفيش أنا مستني اليوم ده إزاي بفارغ الصبر. ده أنا حتى قاعد في شقتنا دلوقتي وبشوف إيه الحاجات اللي ناقصة. بس بقولك إيه، في موضوع كنت عايزة أقولك عليه. إيه خير؟ بتقول إيه؟ بقولك عاوزك تقلعي النقاب في الفرح. لا ما ينفعش الكلام ده. يا بنتي عادي، ده يوم واحد بس. أنا عاوز أوري لكل قرايبي إني خدت عروسة أحلى من اللي معاهم، ويقولوا بصوا على عروسة محمود تحفة إزاي. لا ما ينفعش، أنا ما أقدرش أقلع النقاب في الفرح. اسمعيني بس، أنا مش شايف فيها أي حاجة. إيه المشكلة بس؟ بقولك إيه، خلاص يلا مع السلامة. فيها إيه يعني لما تقلع النقاب؟ ده مجرد يوم، وده يوم فرحها، يعني يوم العمر. كمان النقاب مش فرض. كده يا محمود تقفل السكة في وشي، ودلوقتي بقاله 3 أيام ما كلمنيش، وكان المفروض نجهز حاجات سوا، ومش عارفة أعمل إيه رأيكم؟ أفضل مصرة على رأيي ولا أقلع النقاب؟ أرجوكم، دي مشكلة حقيقية، وهستنى رأيكم في التعليقات.